هاي وزويز، وتعالوا معايا اخدكم في فلوج لايفنت معمول من سيفورا لميك اب فانتي بيوتي. كان معمول في نص الصحراء في دبي في كافيه اسمه هيدن كافيه. حابة افرجكم على الفايبز اللي احنا كنا فيها في الايفنت. كان معمول على هيئة Arabian Nights وصحارى ديزرت بقى وكده، وكان ايفنت برضو سحور لرمضان. فلما بقول لكم ايفنت السحور لرمضان مش معناته ان احنا قاعدين بنتسحر يعني، او ان احنا ضروري الناس كلها تكون اللي جايه تكون صايمه او whatever. هو اسمه كده لان احنا الايفنت معمول وقت رمضان، فالناس عامه ما بيكونش موجوده وقت الفطار، لان الفطار كل واحد بيفطر مع عيلته وكده، فهم عاملين الايفنت ده بعد الفطار، فعشان كده مسمينه ايفنت سحور. بس الايفنت ده معمول من الساعة 8، يعني احنا موجودين هناك 8 بالليل. anyway ده منظر الايفنت زي ما انتوا شايفين، الفايبز عاملة ازاي، كلها انوار بقى وشمع وفي وسط الصحراء كده، والستايلز very Arabian very صحراء. وطبعا حاطين لنا النيو كولكشنز بتاعت فانتي والفانتي سكين والبرودكتس كلها بتاعت فانتي والكولكشن الجديدة بتاعت البرفيوم. انا بس حابة افرجكم المكان عامل ازاي. انا كنت لابسة فستان اسود كده، بعدين في اخر الفيديو هوريهولكم اكتر، وباليرينا ذهبية كنت جايباها من امازون. عشان لا يسألني انا مش فاكرة اسم البراند ايه بالظبط، بس هو مش براند قوي، هو بس كان من امازون، كنت شارياها من زمان قوي. ولقيتها ماشية مع الفايبز، علشان انا كده كده اصلا عارفة ان المكان صحراء ورمل، فاكيد ما ينفعش كعب، وعاملة حسابي ان احنا هنقلع ونبقى حافيين يعني ممكن. فحبيت برضو جو الغجرية وكده، فكنت قلعة الباليرينا في معظم الأوقات عشان أخد راحتي أكتر، لأن الرملة كانت كل شوية تخش جوه الباليرينا، فلقيت إنها أريح إن أنا أقلعها وأبقى ماشية حافية أكتر. طبعا أنا كنت معجبة قوي بنفسي، مع إن شعري كان هاش من الرطوبة، بس حسيت إن الهيشان إدى تاتش أكتر غجري للستايل اللي أنا عاملاه، لأن أنا قصد إن أنا أعمل ستايل غجري بما اننا في الصحراء. وطبعا الجو كان شوية بارد مع ان فيه رطوبة، بس كان بارد، فعشان كده كانوا حاطين لنا النار دي في كل حتة علشان نتدفى. عايزة اقول لكم ان انا كذا مرة اقلب الشمع اللي على الارض ده، لان مش متعودة ان انا البس فساتين طويلة، فمش واخدة بالي ومش شايفة قدامي، فكنت بتكعبل فيهم كل شوية، وتقريبا كنت هولع في المكان. anyway هنا بقى كنت بفرج صاحبتي، بقول لها لازم تيجي الايفنت لانها ما كانتش ناويه تيجي، فكنت بقول لها بصي الايفنت حلو ازاي، تعالي، واحنا حتى ماشيين حافين وكده، وبحاول اشجعها. في الاخر يعني عامه ما جاتش برضو هي، لانها هي كانت ساكنه في ابو ظبي، فمشوار كان هيبقى بعيد عليها. anyway ده هنا الكورنر بتاع حفر الاسامي وبتاع الحنة. هنا حفر الاسامي بقى بيعملوا engraving للنيومز بتاعتكم، او بيحفروا اساميكم على الليبستيك بتاعت فانتي. وهي كده كده اصلا الليبستيك دي حتى لما بتخلص تقدري تبدلي الروج اللي جواها او الليبستيك اللي جواها، وتفضل العلبة اللي اسمك محفور عليها معاكي العمر كله طالما انتي حافظة عليها. هنا الكورنر بتاع الحنة، وكنت مستنية بقى مون تخلص الحنة بتاعتها علشان بعدها اعمل انا الحنة بتاعتي. وكنت قاعدة هنا بقى بختار الديزاين اللي انا حابة اعمله واللون اللي انا عايزة اعمله. طبعا انا اول ما عرفت ان هي عندها حنة بيضة على طول قلت لها بليز عايزة حنة بيضة. اولا انا بحب الحنة البيضة اكتر لانها بتقعد 2-3 بس، اكتر مش اكتر من كده، وبعدين بتقشر. انما الحنة البنية او السوداء بتبقى موجودة على الايد لمدة اسبوعين بس، هي اول اسبوع بس اللي الرسمة بتبقى واضحة فيها، تاني اسبوع بتبدأ تبقى باهتة وتبقى عاملة كأن في مرض على جلدي او حاجة، فعشان كده ما بحبسهاش قوي. فلو ما كانش فيه الحنة البيضة كنت عملت الحنة البنية او السوداء، بس طالما في الحنة البيضة اللي هي بتتقشر بعد 3 ايام فحبيتها اكتر. اولا لان انا بحب الحنة البيضة قوي شكلا عامة يعني بحبها، بحب اللون بتاعها very يعني ترندي وكده. وفي طبعا عندهم الوان كتير قوي للحنة الايام دي، في الوان بينك ويالو وبلو، بس انا حبيت ان انا اعملها بس سادة وايت المرة دي، ومع كريستالز لونهم جولدن جرين كده. هنا في الستوريز بتاعت فانتي بيوتي كانوا مصوريني وانا بعمل الحنة بتاعتي. نرجع بقى للفيديوز اللي هي تصويري انا.
هي مش عربية، الحنة ارتست، هي اساسا من اوكرانيا، بس تعمل رسومات الحنة يعني ولا اجدعها حنانة، مش عارفة بيسموها ايه، حنانة anyway بترسم حنة حلوة قوي قوي، يعني كأنها واحدة يعني متربية في الهند او متربية في بلد عربي او حاجة، لان الرسومات اللي هي رسمتها بجد يعني ماشية جدا مع الفايبز اللي هي الصحارى والارابيك ستايل وكده، فحبيت قوي الديزاينز بتاعتها. يعني انا ما كنتش عامله ستايل رمضاني جدا قد ما انا كنت عامله ستايل غجري صحراوي علشان يليق بالفايبز اللي احنا كنا فيها، وكانت عاجباني قوي الحنة. هي كانت عايزه توقف على كده، بس انا قلت لها تعمل لي الخاتم اللي في طرف ماي فينجر كده، فلقيت ان هو بقى شكله احلى والطف لما عملت لي الخاتم اللي فوق ده. هنا بقى فيديو تيك توك كانت سارة مصوره لنا لينا كلنا، هتشوفوا شوية لوكات كده للبنات اللي كانت موجودة في الايفنت. انا اهو وصاحبتي حنينة اهي. كان في بقى عرض للفاير دانس شو دي زي ما انتم شايفين، مسلي جدا، بحب قوي العروض دي. ومنكم كتير قوي هيسألني على المبنى المراية اللي موجود في نص الصحراء ده عبارة عن المطبخ اللي فيه الناس اللي بتشتغل اللي بيقدموا لنا الاكل. بما ان انا صايمه الصيام الكبير، طبعا طلبت ساندويتش فيجن برجر بس ما عجبنيش، فحتى من اول قطمه ما كملتش. وكان بقى بيعملوا هنا برضو دلوقتي اللي هي لقمه القاضي. وده كده يعني الايفنت، انا صورت لكم لغايه اخر اليوم اللي انا قضيته فيه. بصراحه كان يوم حلو جدا، انبسطت فيه قوي انا وصحابي، وطبعا كان عاجبني قوي اللوك بتاعي والنوز اكسسوري اللي انا كنت حطاها دي، حسيتها ضافت لللوك الغجري بتاعي. وعملوا لنا كمان فناجين كده عليها اسامينا، نسيت اقول لكم، اكيد في بدايه الفيديو خدتوا بالكم بس انا نسيت اتكلم عنها. اسيبكم بقى مع الفيديو اللي انا صورته لما روحت البيت. انا اول ما بروح البيت بصور الفيديوهات اللي انتوا شايفينها دي بالمقلوب، يعني بكون لابسه الاول القطعه وبقى بقلعها قطعه قطعه علشان يبان، بعدين اعكس الفيديو في المونتاج فيبان كاني كنت بلبس القطعه بدل ما انا بقلعها. بس في الحقيقه هي كانت ان انا بقلع القطعه لغايه ما اوصل للبيجامه، مش ان انا بكون لابسه البيجامه بعدين بلبس القطعه، لان انا ما ببقاش عندي وقت اصور الفيديوهات دي قبل ما اخرج، لان بكون مستعجله في اغلب الاوقات، فبقول اصورها لما ارجع البيت براحتي. وده اللي بيحصل دايما في اغلب الاوقات، عشان كده بيكون شكلي مرهق، او النهار زي ما انتم شايفين في الفيديو هنا شكلي مرهق وشعري هايش بسبب الرطوبه اللي انا رجعت منها من الايفنت. وكمان عامله الحنه، فمعناتها برضو ان انا كنت لسه راجعه من الايفنت، لان انا قبل الايفنت ما كانش في حنه في ايدي. anyway انا رغايه جدا اسيبكم بقى واقول لكم تصبحوا على خير يا احلى وزويز، واشوفكم في الفيديو الجاي.